السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم جبت لكم مقطعنا اليوم طبعا قبل لا نقول المقطع شنو هو ولو تعرفونه بالعنوان. فالمهم طبعا خلينا نعتذر اول شيء انه ليش ما قاعد ننزل فيديوهات، وطبعا انا ادري اصلا ولا احد مهتم. فالمهم خلينا نحكي. طبعا انا انقطعت عن اليوتيوب بسبب القرايه والدراسه. طبعا السنه اللي فاتت قلت لكم، اعتقد قلت لكم ما اتذكر، فقلت لكم انا طالب خامس، فاللي يطلع من الخامس وين يروح؟ عافيه للسجن. لا جوابك غلط، للسجن يروح. فحاليا انا بالسجن سادس، عباره عن سجن، والله مو مزح، سادس عباره عن سجن. فاتمنى تعذروني طبعا. والمشكله مو بس هذا السجن، السادس علمي، هذا اول شيء، السادس علمي احيائي، اي احيائي. فالمهم خلينا نبدا بمقطعنا اليوم. مقطعنا اليوم راح نحكي عن افضل المواجهات او افضل الخصوم عبر التاريخ او اشهرها. راح نتكلم من عالم الافلام وعالم المسلسلات ومن عالم اللواعيب ومن عالم الانديه ومن عالم التطبيقات او البرامج، عفوا من الاجهزه الالكترونيه، ومن عالم الانمي ومن عالم الملاكمه ومن عالم الاجهزه الالكترون او الجوالات يعني. خلينا نبدا. اول شيء راح نبدا بعالم الافلام. عالم الافلام تدرون ان افضل المواجهات او افضل الشخصيات اللدودة، يعني مواجهات، عندنا شخصية جوكر وباتمان. يس، اغلبكم يعرف جوكر وباتمان، واللي ما يعرفه شلون ما ادري شلون، هل هذا انسان؟ هل هذا فضائي؟ فالمهم طبعا اللي ما يعرف جوكر وباتمان خليه يروح يشوف فيلم دارك نايت 2007 اللي نزل في 2007 اعتقد او 2006، وطبعا اخذ اوسكار. الجوكر ممثل شخصية جوكر هيث ليدجر اخذ اوسكار ب 2007 و6 اعتقد او 8 بهاي السنوات. المهم اخذ اوسكار طبعا، ومع الاسف هو كان ميت لان ما شاف الفيلم اصلا. هذا الشخصية طبعا او هذا الممثل تقمص شخصية الجوكر في حياته الواقعية، يقولون هيك، احنا قاعد انقل فقط. فتقمص في حياته الخارجية، يعني خارج الافلام. ف اللي يصير جوكر يعني شو تتوقع منه يصير؟ فطبعا اكتئاب وما ادري شنو. المهم الاخر يقولون على اساس انتحار وما ادري شنو. فالمهم طبعا على اساس يقولون انتحر، ما ادري صراحه، يقولون على اساس حبوب، اخذ حبوب هوايه على اساس على مود ينتحر، او بعضهم يقولون لا ما اخذ، مو على مود انتحار، فالحبوب اللي اخذها كان غلط او ما ادري. المهم فخلينا نرجع على موضوعنا جوكر وباتمان. اللي ما يعرف طبعا هذول اول شخصيتين طلعوا كمواجهه في كوميك، كتاب القصص المصوره لشركه دي سي. واحد يجي الثاني وطبعا انشهروا اكثر من شركه دي سي نفسها، يعني لو ما باتمان وجوكر ما حد يعرف شركه دي سي اعتقد. يعني حتى سوبرمان انسى. وحتى سوبرمان هو طبعا، انتم بعض الناس راح تقول سوبرمان، مواجهة سوبرمان وباتمان هو الاكثر الشهرة. لا يا حبيبي، لا باتمان وجوكر هو الافضل، هو الاشهر من بين المواجهات العالم الافلام، يعني نقول في عالم الافلام. فوجهة نظر ذا اكثر. خلينا ننتقل لعالم المسلسلات. في عالم المسلسلات الافضل دائما اذا قلنا الافضل مسلسل راح تجي ببالنا اما بريكنج باد اما جيم اوف ثرونز. طبعا اليوم ما راح نختار من شخصيات بريكنج باد، لا اختارنا من شخصيات جيم اوف ثرونز. اوكي، من راح تتوقعون راح ناخذ من جيم اوف ثرونز؟ فاخذنا من شخصيات جيم اوف ثرونز، اخذنا جون سنو. اكيد جون سنو و نايت كينج، واخذنا نايت كينج ضد جون سنو ضد نايت كينج. هذا كان من اكثر المواجهات المنتظره في تاريخ المسلسل، داخل المسلسل مو في تاريخ المسلسلات، لا. فطبعا الناس انتظر هذا المواجهه. طبعا صار في بيناتهم مواجهه، لكن نايت كينج رفع ايده وجون سنو همزين يعني جاله فزعه. طبعا جون سنو ما هرب، اذا يقول هرب بس تذكرت انه ما هرب، انه جاله فزعه، وفزعه كان عمته سواله فزعه. جاله فزعه يعني مو فزعه من عمتها، لا اشاقها، هو صح عمتها يعني.
يعني بالاصل عمتها، بس هو مو بقد يعني شلون اقول لك فرق بيناتهم 30 سنه، لا يعني بنفس العمر، واللي شايف المسلسل يعرف انا اللي قاعد اقصد، واصلا يعني كانوا فلت او نقدر نقول راح، بما انه ما كان يقدر يقاتل، بس ما فلت وحده يعني، لا انما اخذوه. اوكي ايش نقدر نقول؟ اخذوه، هذا شويه يكون افضل، هذا الكلمه افضل. والمواجهه الثالثه بين رونالدو وميسي، العبسي ضد حمدون. طبعا اللي ما يعرف سالفه عبسي وحمدون راحت منك هوايه يا اخي. اذا ما عندك صديق حمدوني وانت عبسي، لا تقول صداقه، لا هذا مو صداقه. لازم يكون عندك صديق عبسي اذا كنت حمدوني، ولازم يكون عندك صديق حمدي اذا كنت عبسي. فيا اخي الحبيب، اذا كنت عبسي روح دور لك حمدي، واذا حكيت حمدي حبيبي واخوي الغالي روح دور لك عبسي. طبعا عندنا مواجهات اكثر واكثر، بس لازم احنا نبقى حاليا شويه خلينا نبقى ميسي ورونالدو من اكثر الخصوم او من اكثر المنافسين اللي صار عندهم مشجعين عبر شلون اقول لك، يعني الناس يميل لهذا والناس يميل لهذا، ويقف في التاريخ اكثر شيء. فطبعا جمهور ميسي يقول ميسي افضل لاعب في التاريخ، وعندنا ادله ان عنده كاس عالم وما ادري شنو، وجمهور رونالدو يقول عندنا دليل ان رونالدو افضل لاعب في التاريخ، وانه هداف التاريخي وهداف التاريخ بلا بلا بلا. فالمهم خلينا نروح على عالم الانديه. عالم الانديه طبعا ما يحتاج نقول منو. اوكي اكيد عندنا سيلتيك وبورتو. طبعا عندنا حاليا ريال مدريد وبرشلونه الاكثر ناديين اذا صارت، او اكثر مباراه اللي هو مباراه الكلاسيكو. اذا صارت كلاسيكو الناس تعوف شغلها، الناس تعوف اطفالها، الناس تعوف مراتها شنو الناس تعوف شنو بيده على مود يباوع لعبه كلاسيكو، واقع لا اكثر. فطبعا اكثر مشاهدات للمباريات عبر التاريخ هو دائما يكون مباريات كلاسيكو. فانا دائما انصح اللي يشجعون او يباعون مباريات كلاسيكو، انصحهم يشجعون برشلونه، لان دائما ريال مدريد ينهان. صح احنا اخر لعبه منهانين من ريال مدريد ب 4-0. ستين عام يا اخوان، من 1963 اخر فوز لريال مدريد برباعيه، حقهم يفرحون. واخر فوز بالبرنابيو، طبعا هذا بالكامب، وبالبرنابيو اخر فوز لهم برباعيه كانت بالتسعينات، بس ما ادري بالضبط صراحه. اخر فوز لهم بالتسعينات كانت، حقهم يفوز، حقهم يفرحون، حقهم يهايطون، ما اقول اي شيء. ولو احنا عندنا 5 6 3 4 هواية دائما يصير يعني انا بحياتي شفت 4 شفت 6 شفت 5 مرتين 5 مرتين 4 3 ما ادري ايش قد. طبعا ماكو ديسلايك مع الاسف، ما تقدرون تضغطون ديسلايك، او اكو بس ما يبين ديسلايك يس، بس تقدرون تعلقون. رجال لا تعلقون اي شيء، فقط استشاقة امزح مزح يشدونه. اوكي حاليا وصلنا عالم الانمي. عالم الانمي من افضل العوالم صراحة، انا ما شايف غير انمي وون بيس شوية شايف منه، ما مكمله. ناروتو ايضا شوية شايف منه، شايف فاينل ساغا، شايف ديث نوت، شايف دكتور ستون، شايف افضل انمي في التاريخ اتاك اون تايتن. طبعا اليوم جايب لكم مواجهة الافضل خصوم من مسلسل او من انمي اتاك اون تايتن. اوكي الناس راح يتوقع منو هاي الشخصية؟ ايرين ميكاسا؟ لا هذا الشخصية راح اعتقد راح تتفقون وياي بهذا. اوكي يمكن بذولاك ما راح تتفقون وياي، بس بهذا راح تتفقون وياي فقط اللي يشوفون الانمي. طبعا هم ليفاي زيك، ذول الاثنين من يواجهون بعض
طبعا هو دائما هذا فايز، ولا مره هذا فايز، او يمكن اخر مره بس هذا دائما يجلد هذا مسوي شاورما طبعا. ف من اكثر ومن امتع المواجهات دائما تكون بين زيك وليفاي. ليفاي طبعا ما عنده هدف في الحياه، ليفاي كئيب ممل متوحد، هدف واحد عنده انه يقتل زيك. زيك وليفاي هم توم وجيري، توم وجيري ولا واحد يريد يقتل الثاني، بس على مود يستمتعون. نفس باتمان وجوكر، جوكر يقول انا بدون باتمان لا شيء، وباتمان يقول انا بدون جوكر لا شيء. فهسه خلينا ننتقل الى عالم الملاكمة. عالم الملاكمة طبعا انا اشوفها اسوأ رياضة، يعني اشوف هو مو اسوأ رياضة انه مو حلوة، لا هو حلوة لكن يعني شلون مضر للإنسان أكثر من ما يفيده، لا حيل مضرة. فصراحة ما أنصح أن أي أحد يتقدم أو يقدم نفسه ويروح يصير ملاكم. فأفضل مواجهة بين علي كلاب، لا أفضل مواجهة بين حبيب ما أدري صراحة اسمه، بين حبيب أوكي نسيت اسمه، كونر. اللي ويانا طبعا مواجهة ذولا حبيب وكونر ب 2020 2019 ما ادري هاي السنة او 2000 اعتقد 2020 كان، والله ما اتذكر. صار مواجهة من اعظم المواجهات في عالم الملاكمة، حبيب ضد كونر، انا اسف تحملوني. فكونر ضد حبيب، طبعا هذا كان من افضل المنافسات في عالم الملاكمة. يا ناس يا ناس، الهياط اللي صار قبل الملاكمة شيء مو طبيعي. الهياط اللي صار قبل الملاكمة من كونر مو من حبيب. حبيب كان واثق، حبيب كان يرفع ايده لله ويقول الله وياي، الله وياك الله وياك. بس كونر ابن الذين كان بس يهايط ويسب ويسب ويسب، حتى وصل الى سب الدين، وصل الى ان شتم بالدين، ينطيله يقول خذ اشرب. فكان من افضل المواجهات او اكثر مواجهة مرتقبة في ذلك الوقت. فبدأ الملاكمة طبعا الناس كان يعتقدون ان كونر هو اللي راح يجلد حبيب، لان كونر ذاك الفترة كان من افضل فتراته، متألق حيل. فمن يجي قدامه كونر يجلده، اجى حبيب وهذا يدري راح يجلده بما انه حال اللي قبله. يا كونر لقد استفزيت الشخص الغلط. كونر استفز حبيب، وحبيب كان مولعها. حبيب دخل الحلبة. شلون دخل؟ حبيب بدأ من اول ضربات يضرب كونر، يطلع كل قهر الدنيا بيه من طفولته لحد ما كبر. هذا الشخص كل الضغوطات هموم الدنيا اللي مجمعها بيه طلعها بكونر، وكونر استاهل والله، شخص استاهل هذا كل هذا وقصة. طبعا وين ذل. خلينا نجي حاليا الى اجهزة الموبايلات. اوكي، بين نوكيا لا مو نوكيا وهذا اكيد، عندنا سامسونج وايفون. من اكثر الخصوم ومن اكثر الشركات اللي يكرهون بعض. سامسونج يكره ايفون وايفون يكره سامسونج. طبعا ايفون الاكثر الناس او دراسة حسب دراسة بريطانية يقول ايفون اكثر اللي يشترون ايفون هم الناس عن مود يتفاخرون بايفون، وانا اشوفه صح والله انا اشوفه صح. لان حاليا الفترة الاخيرة جالكسي او سامسونج قاعد يصنع موبايلات او تليفونات جبارة يا اخي، جبارة من حيث الاداء، من حيث التصوير، من حيث كل شيء. وايفون نفسه بس الا شو، لكن ايفون في تطوير صح، في تطوير، في جهاز اسطوري. ايفون جهاز اسطوري انا ما اقلل منه، وانا اصلا هسه حاليا اذا قالوا جالكسي ام ايفون اشتري ايفون. والسبب هو السبب اللي طلع بالدراسه بالتفاخر. فالدراسه اعتقد صح نسبيا يعني اغلب الناس يعني انا ما ادري، كل ناس وجهه نظر. يمكن ناس يشترون عن مود لان افضل، وناس يشترون يمكن عن مود تفاخر اذا انا اشتريت يعني. ف اوكي انا طبعا عندي ايباد، لكن هذا مو على مود التفاخر، هذا على مود دراسة علشان ادرس انا. فدائما سامسونج يسوي شغله وايفون يسوي شغله، ودائما ايفون ينجح
وانا الى الان بحياتي ما شفت ولا سنه سامسونج تفوق على الايفون. مع الاسف الشركات، طبعا ايفون شركه امريكيه وهذا شركه صينيه، اعتقد سامسونج صينيه او اسيويه، شركه اسيويه. سامسونج شركه اسيويه صراحه ما اعرف من وين بالضبط، او اعرفها بس ناسيها. وايفون امريكي، طبعا اثنيناتهم يصنعون بالصين. اللي ما يعرف هذا، اثنيناتهم، هاي المعلومه مني لكم، اثنيناتهم يصنعون بالصين، لكن الفكره امريكيه، فكره اسيويه. اثنيناتهم ينجمعون للصين، الصين يصنعها. فدائما لو تلاحظون ميد ان تشاينا مو اسوء شيء. ميد ان تشاينا اذا كان صيني الفكره صينيه، ومرات التجار هم اللي يجيبون الشغلات السيئه من الصين. واخر شيء خلي نجي على بلاي 4 او بلاي ستيشن، وشركه مايكروسوفت اكس بوكس. عندنا شركه سوني ضد شركه مايكروسوفت بجهازهم سوني بلاي ستيشن عفوا واكس بوكس. طبعا اللي ما يعرف هذا المواجهه فانه بحياته ما مشتري جهاز العاب، او اللي مشتري جهاز العاب حتى لو ما مشتري، يعني اغلبهم يعرفون ان هذا المواجهه من اعظم المواجهات، ودائما اكس بوكس يخسر بها. لكن اخر مره فازت، هذا المره فازت، فوقت على بلاي ستيشن في المبيعات في دول كثيره، اكثر الدول. يعني هو اكس بوكس متفوق في الشراء في اكثر الدول، بس مو في كل الدول، لا، في اكثر الدول اكس بوكس هو المتفوق بالشراء. فطبعا انا اشوف التفوق هذا بسبب السعر قليل، وبالاداء افضل. انا اشوف افضل يعني بالنسبه للفلوس اكس بوكس افضل من بلاي ستيشن 5 الاخير. انا قاعد احكي عن السيريس افضل من بلاي ستيشن 5 بسبب السعر والاداء المناسب للسعر. انا اشوف هذا. وخلينا نجي للتاريخ الجهازين. تاريخ الجهازين هو اجى من جهاز اكس بوكس اوريجينال وجهاز بلاي ستيشن 2. يعني بلاي ستيشن 1 ما كان له خصم اكس بوكس 1، لا، كان اكو اكس بوكس اوريجينال ضد بلاي ستيشن 2، وراح اجى بلاي 3 ضد اكس بوكس 360. 360 سوى فكره انه ينسخ الاقراص، وهذا اللي خلاه الناس يشترونه اكثر، مو لان الجهاز متفوق اداء او ما ادري شنو عن بلاي ستيشن 3. بلاي ستيشن 3 لم يتفوق عن الاكس بوكس بسبب انه ما خلى الناس، او ما خلى بجهازه ان الناس ينسخون اقراص. اكس بوكس خلى الناس ينسخون اقراص، اما في اكس بوكس 1 اكس بوكس لغى هذا الشيء، لان الناس كانوا ينسخون اقراص وما يبقى لهم ارباح، ما حد يشتري الاقراص الاوريجينال، الاقراص الاصليه. فبلاي ستيشن كان لاغيها من بلاي ستيشن 3. فالناس اللي يقول ليش الاقراص الاصليه سعرها 15,000 او 15 دولار وسعرها بالاسواق بالمناطق بين البيوت ما ادري شنو، لما الواحد يفتح مكتبه ويبيعها ب 500 بنص دولار، شلون؟ ف كان عباره عن نسخ اقراص، فكل واحد ينسخ قرص، يجيب قرص اصلي وينسخونها، اكو معامل ينسخون اقراص ويوزعونها. قرص واحد كان ينسخ الى اكثر من 1000 قرص. يعني شوف الربح اللي ياخذه ذولاك الشركات اللي ينسخون الاقراص. انا اتذكر شركه نجاح، اعتقد نجاح كان من اسوأ الشركات. اذا تشتري قرصه لازم تصلي فجر، تصلي ظهر، ويلا القرص يشتغل. كان من اسوأ الشركات في العالم. ولكن كان ينسخ لنا اقراص. يعني اذا اشترينا 5 اقراص كان واحد منهم يشتغل. انتهى الفيديو طبعا اليوم. اعتقد طولت وياكم او ما ادري، فان شاء الله عجبكم الفيديو، ولو انا من زمان قاطع عليكم، وان شاء الله عجبكم الفيديو. ورمضان صايمين، عشان ما صايمين، ورا فطور جالس اسوي. وسي يو